ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده للبنات المخطوبات والمقبلين على الزواج. انا جاي اقولك في الفيديو ده 7 صفات لو لقيتيهم في خطيبك اهربي، ما تكمليش، لان اي شخصيه سويه صعب جدا ان هي تعيش مع زوج او مع راجل في صفه من الصفات دي. اول صفه غير مسؤول، ان هو يكون غير مسؤول او اتكالي او اعتمادي. 3 مسميات لنفس الصفه. وطبعا كلنا عارفين المسؤوليه الماديه، ان هو واحد بيبقى ما بيصرفش على بيته، وده بيبان قوي في ان هو بيبقى مش ثابت في شغل معين، دايما مش متحمل مسؤوليه ان هو يقوم الصبح بدري ويروح للشغل ويتعب في الشغل، فدايما بيبقى في مصدر بيديله فلوس في حياته. دي بتبقى واضحه قوي او الشكل واضح قوي لعديم المسؤوليه الماديه. ولكن في شكل تاني من المسؤوليات اللي هو مشيلك كل حاجه، اي حاجه تخصكم، اي قرار يخصكم دايما يقول لك طب اتصرفي، طب ما فيش مشكله خدي انت القرار، طب اللي تشوفيه. طبعا في بنات في الوقت ده في فتره الخطوبه تبقى مبسوطه جدا بالموضوع ده، وان هو واثق في رايي، وان هو بيحب ياخد رايي في كل حاجه، وان هو سايب لي حريه التصرف ان انا اخد كل القرارات. لازم تفرقي هنا بين ان هو واثق في رايك وبين ان هو مصدرك لكل حاجه. طبعا انت بعد كده هتلاقي نفسك شلتي كل الليله وهو اخلى مسؤوليته من كل حاجه، وده متعب جدا في الحياه بعد الزواج، لانه المسؤوليه بتبقى كبيره جدا جدا، ويبقى لازم مشاركه بين الزوج والزوجه، وكل واحد بيشيل بعض المسؤوليات علشان الدنيا تمشي. فلازم تاخدي بالك كويس قوي من الموضوع ده. الصفه الثانيه الشكاك، وهنا مش اللي بيغير عليكي، مش مجرد غيره، لا ده هو دايما يسالك انت فين، انت مع مين، طب افتحي الكاميرا، طب انت فين دلوقتي، ممكن مره واحده تلاقيه جالك المكان اللي انت فيه. ده بيحول حياتك بعد كده لجحيم، لانه المشكله الثقه، هو مش واثق فيك ومش هيثق فيكي، يعني هو حته الثقه دي مضروبه عنده، فانت مهما عملتي هو مش واثق فيكي. لو حلفتي له على ان انت مثلا كنت في المكان الفلاني، وان انت قدرا قابلتي فلان، وانت عملتي، لا هو مش هيصدق كل ده، وهيفضل موضوع الشك ده موجود فيه، لان هو مرض عنده. الصفه الثالثه متعدد العلاقات، واللي هو ما بيعرفش يعيش من غير علاقات. وانا هنا مش بتكلم عن واحد في فتره من حياته كان بيكلم بنات وخلاص الفتره دي راحت لحالها وربنا تاب عليه والدنيا تمام، لا انا بتكلم عن هو بيبقى بالفعل خاطب او كاتب الكتاب وبيكلم حد غير خطيبته او غير مراته. المفروض ان انتوا في يعني ايه في افضل فتره في حياتكم، وانه في مشاعر، وان في احاسيس، وان في الحاجات الحلوه كلها دي. ايوه، وما انت بعد الزواج هتعمل ايه؟ يعني لما يبقى في ملل، في فتور، في مشاكل، في مسؤوليات، انت هتهرب من ده كله، هتعمل ايه تاني؟ ما انت خلاص عملت كل حاجه قبل الزواج، وبالفعل هو ما بيسيبش الموضوع ده وما بيقدرش يتخلص منه. وعن تجارب كتيره قدامي ما بيتغيرش وبيفضل كده. طبعا هو بيضحك عليها بقى انه لا ده بعد الجواز مش الموضوع هيختلف ومش هيبقى فيه غيرك في حياتي، وانا بس بعمل كده عشان انا مش متجوز والكلام ده. لا الحقيقه غير كده خالص، ومفيش حد بيتغير تقريبا. اللي هو الصفات دي، في صفات بتتظبط وبتقدر انت تتعايشي معاها، وفي صفات زي اللي احنا بنقولها النهارده دي صعبه جدا جدا ان انت تتعايشي معاها، وصعب جدا ان هي تتغير. علشان كده انا بقول لك اهربي. الصفه اللي بعد كده المسيطر او المتحكم، ده جاي علشان ياخدك كده ويخليك تقطعي علاقتك بكل اللي حواليك، قرايبك، رجاله وستات، بنات وولاد، يعني مش موضوع الولاد بس، صحابك، ما تروحيش في حته، ما تكلميش حد. هو ما عندوش نقاش، ما عندهوش حوار، ما عندهوش منطق تكلمي بيه. طب انا ما اعملش كده ليه؟ طب ما اروحش هنا ليه؟ طب اعمل دي ليه؟ لا هو كده وخلاص ورأيي يمشي. الصفه اللي بعد كده الكذاب. طبعا الكذاب ده يعني انت هتعيشي حياتك كلها كذب في كذب، وهو بيبان جدا. يعني الكذاب ده من الشخصيات اللي بتبان جدا، لان هو بينسى ان هو كذب فبيكذب على الكذبه فبيتقفش بسرعه جدا. البخيل، وطبعا احنا عارفين البخيل بيبقى بخل في المشاعر وبخل مادي، وطبعا البخل المادي ده يعني صعب جدا. انا مش بتكلم هنا عن الحريص، في ناس حريصه عايز يحوش فلوس لبكره، عايز يعمل حاجه، الكلام ده كله كويس، مش مبذر، بمعنى ان هو مش مبذر حلو جدا. ولكن انا بتكلم على البخيل اللي هو فعلا بيبقى مش عايز يجيب لاهله او يدي لاهله فلوس الحاجات الاساسيه جدا، الاساسيات اللي هو اكل وشرب، حاجات اساسيه جدا، ده بيأثر فيها جدا وفعلا بتبقى معاناه. الصفه الاخيره اللي يبقى فيه عدم احترام. لما يتعصب ولما يتنرفز بتلاقي في اهانه ليكي، في الفاظ فيها تحقير، في شتيمه، ممكن توصل لمد الايد. فكله ده يعني انت لو هتقدري تتعايشي معاه بعد الزواج تمام كملي، لانه الحاجات دي بتتضاعف وبتزيد جدا بعد الزواج. في فتره الخطوبه كل واحد بيطلع افضل حاجه عنده وبيحاول يسيطر على نفسه وبيدار عيوبه بقدر الامكان.
فانت بقى اضربي الحاجات دي في 10 بعد الزواج، لما يبقى في مسؤوليات وفي ضغوط وفي مشاكل، فطبعا كل واحد بيبان على طبيعته اكتر. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.